الاهلي بيختتم تدريباته على ملعب المقاولون العرب اللي هيتلعب عليه مواجهة سيراميكا غدا ان شاء الله. كانت لعيبة النادي الاهلي اشتكت من سوء ارضية المقاولون العرب وطلبوا ان هم يتمرنوا عليه التمرينة الاخيرة. ادارة استاد المقاولون العرب وافقت للنادي الاهلي على التدريب، والنادي الاهلي اقام اخر تدريب على الملعب من اجل مواجهة سيراميكا كليوباترا. المباراة مذاعة على قنوات اون سبورت 1. محمد عفيفي معلقا على المباراة. الاهلي ب40 نقطة من اجل المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على بطولة الدوري الممتاز. مواجهة لن تكون سهلة. بيراميدز منتعش بالفوز والصعود لنهائي الكأس، الزمالك منتعش بالفوز على المصري وتوسيع الفارق مع النادي الاهلي ونادي بيراميدز. الاهلي يريد مصالحة جماهيره اللي هتكون حاضرة بقمة وبشغف كبير جدا في المواجهة بعد حجز التذاكر بالكامل في مباراة سيراميكا كليوباترا. الاهلي بطولته المفضلة بطولة الدوري، بعد خسارته كل البطولات لن يتبقى له سوى الدوري المصري، آخر محطة للنادي الأهلي من أجل إسعاد جماهيره في الموسم الحالي.